بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات. اليوم إن شاء الله راح نديروا مع بعض هذا التحلية. صدقوني يا البنات، هذا التحلية من أروع التحليات اللي ممكن تحضروهم، والحاجة اللي كامل مليحة في هذا التحلية إنه ما يعني ماهوش حلوة كامل بزاف. يعني تحلية بنينة بنينة فوق اللازم، يعني تقدروا تخدموا بها العجب. تقدروا تقدموها في لي فيغين، تحلية عائلية هكايا على ضربة، سورتو الناس اللي ما يحبوش يوقفوا في الكوزينة. يعني تقدروا توظفوها في واش حبيتوا. قلت لكم والبنة ما عندي واش نحكي. روحوا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة نجيب كسرونة نحط فيها تلت كيسان نتاوع الحليب. سعة الكاس تاعي 220 مليلتر، يعني هنا راه عندي حوالي 660 ملي ولا 650 ملي من الحليب. نحط هنايا بجهة واحدة أخرى 2 حبات تاوع البيض. ودوك نعطيكم البديل بالنسبة للناس اللي ما تحبش هذا النوع من الكريمات. نحط عليهم 3 ملاعق تكون معمرة مليح من السكر، ونزيد نحط عليها 3 ملاعق تكون معمرة عادي، يعني ماهيش ممسوحة وماهيش بومبي بزاف، معمرة عادي تجبدو عادي، من المايزينا اللي هي النشاء 3 ملاعق. باش نكه التحليه تاعي وما تجيش فيها نهائيا ريحه البيض، نحتاجو لافاني. انايا خدمت بات برو بزاف بزاف هايله، يعني ريحتها شابه ما شاء الله. وانتوما تستخدموا واش عندكم. نخلط جيدا، وهذه التحليه بالذات نهائيا ما تجيش فيها ريحه البيض، يعني ما راكمش راح تصدقوا انه فيها ريحه البيض نهائيا. العكس، راح تجي غنيه، تجي ريش، تجي رطبه، تجي روعه يا البنات. نجيب هذاك الحليب بعد ما سخن معايا، يعني حطيته يسخن فوق النار، عاود جبته وحطيته هنايا فوق الكريمه نتاعي. يعني الحليب هنا راهو سخون يا البنات، قبل ما يوصل لدرجه الغليان طفيت عليه وجبته حطيته فوق الخليط تاعي. ونعاود نرجع كل شيء فوق الكسرونه، نروح نرجع الكسرونة فوق النار، نبقى نخلط بدون انقطاع حتى تثقل معايا الكريمة، وراح تولي معاكم بهذا الشكل. في هذاك الوقت نطفي عليها النار، نحط عليها حوالي ملعقة كبيرة من المارغرين، نخلط كل شيء جيدا كما راكم تلاحظوا لهنايا باش تبرد معاكم بالخف. الا كنتم مزروبين حطوها يعني في مول يكون واسع، وإلا عندكم الوقت يعني ما راكمش مزروبين عليها حطوها في غيسيبيون واحد اخر. انا حطيتها البنات في الكونجيلاتور، ودائما ننصحكم يعني تحطوا في غيسيبيون يكون واسع، يعني طبس يكون هكايا واسع، تبرد معاكم بالخف. وحطوها في الكونجيلاتور راح تبرد معاكم في رمشة عين. انا نغطيها ونحطها في الثلاجة تبرد، ونجي نكمل معاكم لا غوسات. نحتاج الوحدة علبة نتاع جبن ريجيم نتاع امير، هدية. ونحطها لهنايا في غيسيبيون. هذا الجبن راح يعدل لنا المذاق تاع التحليه، راح يرجعها تقول راكو تاكلوا في تشيز كيك. نحط عليها نص كاس من الحليب، ونضيف عليها كاس من بودرة الشانتي. نخلط كامل هاد المكونات مع بعضهم حتى نتحصلوا على هذا الخليط، نحطوه بجيه. في هذا الوقت راهي بردت معايا لا كريم باتيسير، نجيو نعاود نضربها بالباطور حتى تولي القوام تاعها خفيف. من بعد نبدا نضيف ديك لا كريم باتيسير على الكريمه تاعي نتاع الشونتيي والجبن والحليب، ونبقى نخلط هكذايا بدون توقف حتى تمتزج كامل معايا هذيك الكريمه. حيت تحصلوا على كريمه معتدله المذاق بزاف بزاف بنينه، ما تجيش كامل حلوه بزاف وتجي غنيه. قلت لكم تقول راكو تاكلوا في التشيز كيك يا البنات. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. بالنسبه للكريمه شوفوا يا البنات، اذا جاتكم خفيفه زيدوا 2 مغارف شانتيي، وإلا جاتكم ثقيله تقدروا تزيدوا لها شويه تاع الحليب. انا بالنسبه ليا جاتني هذيك هي، وانا من الجغ اللي ما نحبش الكريمات يكونوا ثقال بزاف، سورتو في التحليات. يا عطاتيكم ديك التحليه اللي تجي خفيفه، يعني ما تجيش ثقيله تقهم. نجيب الكاطو تاعي، استعملت هذايا السامبل، هذا البتي بوغ الرقيق اللي يجوا 3 بوايط في بواطه واحده. نشمخهم بالحليب عادي وما نخليهاش طول في الحليب، يعني جوست ندخلوها نخرجوها نقلبوها تقليبه ونعاودو نخرجوها ونسووها هكايا.
كنت نحطها بالمقلوب باش تجيني التحلية تاعي الشكل تاعها مليح يعني متساوي. بالنسبة لهذا النوع من التحليات يعني من الأحسن قد ما تخلوها قاعدة في الثلاجة، مثلا إذا عندك عرضة تقدري تخدميها يوم من قبل، يعني تخدميها في الليل ومن الغد هذاك تقدري تحضريها. بالعكس راهي ريحة تبنان، طبقات تبان كامل مع بعضها، طبقة تاع الكاطو تبان والطبقة تاع الكريمة تبان، راح تولي شباب بزاف وكي تقطعيها راح تعطيك شكل بزاف شباب. أنا درت كامل الطبقات، يعني درت 3 طبقات يا البنات، وباش تجيكم يعني الطبقات متساوية خديت بول وقسمت الكريمة تاعي 3 طبقات. بالنسبة للفوغاج حنستعمل هذه بات بخو البنات بزاف بزاف بنينة، يعني 80% من الفواكه، ماشي كيما لي مارك الاخرين راهم يدوروا في السوق يعني معظمهم سكر، هذه نهائيا ماهيش حلوة ومعمرة بلي فخوي، وهذه بالمذاق الفواكه الاستوائية روعة روعة يا البنات. نحطها كطبقة أخيرة، يعني حطيتها في الثلاجة المول تاعي حتى بردت مليح الكريمة، شدت روحها، يعني حطيتها في الكونجيلاتور. من بعد جيت وحطيت عليها الفوغاج تاعي، تقدروا تحطوا أي نكهة راكو حابين، يعني راهي ذوق الكريمة ذوق لافاني، ومن الفوق تقدروا تلعبوا بالأذواق كما حبيتوا، تقدروا حتى تذوبوا الشوكولا، 150 غرام تاع شوكولا تذوبوها مع 4 كاس تاع الحليب وتحطوها من الفوق. نروحوا للطريقة الثانية لتحضير التحلية تاع نهار اليوم، يعني اللي حبت تقدمها في ليفيغين هكذايا. شوفوا معايا تجي بزاف بزاف هايله، تجي من اروع ما يكون، بزاف بزاف بنينه. اول حاجه خديت نص كاس تاع سكر حطيته في مقله، من بعد كي ذاب معايا هذاك السكر ولا على شكل كراميل يا البنات حطيت عليه قطعه من المارغرين حوالي نصف ملعقه كبيره ونبقى نحرك. ومن بعد زدت حطيت عليه 4 كاس تاع الماء، يعني من بعد عاود كي رفد الغليه تاعو وحطيت عليه كميه من الموز. شوفوا البنات اللي ما يحبش ذوق الموز طايب، انا ولادي ما حبوهش في الحق، يعني ذوق الموز طايب، يعني تقدروا جوست تحطوا البانان تاعكم تطفوا النار وتخلوه، يعني البانان في الكراميل هكذاك سخون، واللي يحبوه طايب يخلوه يا ربي واحد دقيقه ولا زوج فوق النار ويطفوا عليه. قلت لكم البنات يعني انا ولادي ما حبوش البنان يعني كي شافوه طايب. ولا تقدروا يعني تحضروا الكراميل كما شفتوا، يعني ديروا قطعه من المارغرين، تزيدوا 4 كاس من الماء وتطفوا عليها النار وتخلوها، يعني حتجيكم كراميل ثقيله. من بعد كي تبرد تحطوا عليها الموز وحطوها يعني كتزيين فوق التحليات تاعكم، لكم الاختيار. شوفوا هنايا شديت كميه من البسكوي وذوبت شويه تاع مارغرين وحطيتها فوق البسكوي، لكن انايا مانيش حابه البسكوي تاعي يجمد كيما الطبقه تاع التشيز كيك، حبيت الطبقه تاعي تجي مفلفله يعني هكا، ما كثرتش المارغرين. هنايا حبيت برك نعدل لها الشكل تاعها باش تجيني هكا طبقه متساويه هكايا. نجي نحط الكريمه نتاعي، من بعد نجي نحط هذيك الطبقه من البسكوي. قلت لكم ما تضغطوش عليها الطبقه الثانيه باش تجيكم هكا مفلفله. وفي الاخير حطيت هذه الطبقه من الكريمه، من الاحسن تحطوها في لابوش يعني باش تجيكم خدمه سهله اللي عندكم يعني كميه كبيره. انا كي عندي غير هذا الكاس ما حبيتش نحط. ومن بعد حطيت هنايا البنان نتاعي المكرمل. صدق انايا البنات شخصيا عجبتني بزاف، يعني البنان كي جا هكا طايب بردت مليح، جا فيها واحد المذاق يا البنات ما عندي واش نحكي لكم، جات بزاف بزاف بنينه. وشوفوا الشكل تاعها يعني تشهي، جات يعني تبان حاجه واو. وصدقوني يعني هذه الكميه يعني ولا هذا الكراميل المكرمل يعني كي تلاقى مع هذيك الكريمه اللي نهائيا ماهيش حلوه، حتى البتي بور دائما تاني ماهوش حلو احسن من البيمو. وهذه هي التحليه تاعي بعد ما قسمتها. صدقوني يا البنات يعني ما خليتهاش ريحت كامل بزاف، حطيتها يا ربي واحد نص ساعه في الكونجيلاتور وجيت قسمتها معاكم. انتم خلوها يعني تبرد مليح، تشد روحها هذيك الكريمه مع الطبقات، ما قريت تشوفوا الله يبارك يعني ما شاء الله.